السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم لي سافور دو لام. جيت اليوم بغيت نشارك معكم هاد لي ميني كيك اللي فريمون كيجيو رائعين ولذاذ، لا في المنظر ولا في المذاق، اللي تقدروا تعطيوهم لوليداتكم، يديهم معهم في اللانش بوكس، او لا ديروهم الفطور او لا لو غوتي. الوغ كنتمنى الفيديو تنال الاستحسان ديالكم وترككم، وكونوا اكيدين ان هاد المقادير غادي يخرجوا لكم بزاف كيف ما كتشوفوا معايا. الوغ نبداو على بركه الله بالمقادير. الوغ فواحد لو بول غادي ندير لو زيست ديال الليمون، واحد قبيصه د الملحه، بيان سور واحد المعلقه صغيره ديال الفاني، عندكم ليكيد ديروه، عندكم بودر ديروه. هنا غادي نبدا بالبيض، عندي 8 ديال البيضات كاملين، غادي نحطهم حتى هما في هاد لو بول. غير تبعوا معايا الطريقه، راه كيجيو فريمون ساهلين. المقادير كيف ما تنقول دائما موجوده في البيت ديالنا، زعما ما غاديش تعكزوا باش توجدوهم. كنتمنىكم تجربوا هاد الوصفه لان فريمون رائعه، وانا ما حطيتها لكم حتى جربتها قبل، ان كيجيو فريمون لذاذ وخفاف. الوغ نعاود معكم المقادير. عندي زيت ديال الليمون، ما عندكمش الليمون تقدروا ديروا زيت ديال الحامض، لكم الاختيار. عندي معلقه صغيره ديال الفاني، تقدروا ديروا فاني ليكيد، تقدروا ديروا بودر، تقدروا ديروا لي ساشي ديال الفاني. عندي قبيصه د الملحه لتصحيح الذوق، و8 ديال البيضات كيف ما كتشوفوا معايا. انا بالنسبه للسكر ما تنكثروش، كندير كاس ديال قياس ديال كاس العنبه، وغادي من هنا نبدا نطرب مزيان حتى يتبدل ليا اللون ديال الخليط. الوغ ما غنقطع لكم حتى شي مقطع، كيف ما تندير معكم دائما باش يصدق معكم ان شاء الله هاد لي ميني كيك. كنتمنىكم تجربوهم، وإلا جربتوهم كتبوا لي في صندوق الوصف. هنا عندي 2 كيسان ديال زيت المائده، بيان سور بقياس كاس العنبه، الكاس الاول والكاس الثاني. انا درتو ما عامرش، الكاس الثاني ما عامرش، كاس اللارب. هنا غادي نطرب مزيان حتى يتجانسوا ليا، وهنا غادي نضيف الحليب، 2 كيسان ديال الحليب بيان سور بحراره المطبخ وبقياس ديال كاس العنبه. غادي نطرب مزيان حتى يتجانسوا ليا المقادير. عندي 4 ديال الخمارات غادي نضيفهم على 500 غرام ديال الدقيق، وغادي نخلطهم مزيان، وعاد غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه كيف ما كتشوفوا معايا، باش شي 4 ديال الدفوعات عاد غادي يعطيني القوام اللي انا محتاجه. بهذا الاثناء بيان سور الفران راه ديجا شعلته على درجه حراره 180 من الفوق ومن التحت. الو غادي نستمر هنا بالتحريك حتى نكمل الدقيق اللي عندي. بيان سور المقادير غادي تلقاوهم في صندوق الوصف كيف ما تندير معكم دائما. الو غادي نستمر في التحريك، وبشويه بشويه غادي نبدا نوقف ونضيف الدقيق حتى نكمل. غير تبعوا معايا الطريقه، انا ما قطعت لكم حتى شي مقطع بيان سور باش تصدق معكم. الوغ كيف ما غتشوفوا معايا غادي نضيف عاوتاني الدقيق بشويه بشويه، ونعاود نطرب حتى نحصل على القوام اللي انا محتاجه. غادي نطرب بشويه بشويه. بيان سور لو مول انا دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق باش ما يلصقش لي لو كيك. هنا اختاريت هذا الشكل، نتوما لكم الاختيار ديروا الشكل اللي بغيتوه، بغيتوه داير، بغيتوه كاري، بغيتوه، لكم الاختيار، حيت هذا كيبقى اقتراح لا غير. الوغ هنا غادي نفرغ الليكيد في لو مول كيف ما كتشوفوا معايا، نعمرهم كاملهم. بيان سور كنخليو واحد الفرق فين تطلع الخمره. الوغ هنا عندي لكم الاختيار، انا هنا قطعت التفاح بيان سور نقيته وقطعته دي رونديل اولا طويولين اللي بغيتيو. غادي نستف
جوج سطور الاولين بالتفاح، والسطر الثاني غادي ندير فيه الليمون، ولا اللي عندكم موجود في الدار. انا اللي عندي موجود انا خدمت به، خدمت بالتفاح، خدمت بالليمون، غادي تشوفوا عاوتاني غادي نخدم حتى بالفرامبواز. الوغ هنا الشكل الثاني غادي ندير واحد لو كولي ديال الفرامبواز بقى عندي في الثلاجه، جبدته حتى هو غادي نضيف واحد جهد معلقه كبيره، وغادي نخلط حتى تجيني بحال الشكل ديال المغبغي، وغادي نضيف عليهم فرامبواز. وبيان سور غادي ندير حتى الليمون اللي قطعته قطع صغيره بالجلوف ديالو. تيجي رائعين هاد لي كيك، كنتمنىكم تجربوهم، وليداتكم الا جربتوهم اليوم غادي يحماقوا عليهم لانه فريمون لذاذ. الوغ كيف ما كتشوفوا معايا كنخلط في الخليط مع لو كولي اللي ديجا كان عندي في الثلاجه، وغادي نضيف لي فرامبواز عليهم بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. غنديرهم عشوائي لان كيف ما حطيتوهم نتوما لكم الاختيار، ديروا كيف ما قلت لكم الديسير اللي بغيتو، ديروا البعويد، ديروا الكيوي، اللي بغيتو ديروا. انا غادي نستمر هنا، وفي السطر الثاني غادي ندير الليمون، وغادي نعاود ندير الفرامبواز وندير الليمون. نتوما غادي تشوفوا معايا فريمون كيجيو رائعين ولذاذ، حتى هما غادي نحطهم عشوائي. وبيان سور ملي يسخن ليا الفران اللي ديجا شعلته على 180 درجه، ملي غندخلهم غادي نهبط الحراره ل 160 ونخليهم لمده 30 دقيقه. نتوما عينكم ميزانكم كله فرانو. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل وندخلهم للفران. ساهلين ماهلين. هنا غادي ندير عاوتاني لو كولي وغادي نخلطو وندير الفرامبواز فوقو، وعاوتاني الشكل الثاني غادي ندير فيه الليمون، لان الشكل الاول درت فيه التفاح ودرت فيه الليمون دابا تشوفوه. وبيان سور التفاح باش يتحمر ليا درت عليه شويه سنيده، تقدروا نتوما ديروا عليه غير الفاني ولا ديروا عليهم السكر الاشقر اللي بغيتو، لكم الاختيار، حيت هذا كيبقى اقتراح لا غير، وانتم لكم الاختيار ديروا اللي بغيتو. الو غادي نستمر كيف ما قلت لكم بنفس الطريقه. غادي ندير الفرامبواز نحطو عشوائي، وعاوتاني السطر الثاني غادي ندير فيه الليمون مقطع. تبعوا معايا الطريقه لان فريمون ساهلين، انا وريتكم غير بشويه باش اللي ما كتصدقش مع الكيك تصدق معاه، لان ساهل ماهل. الوغ هنا ملي كملت الفرامبواز غادي ندير الليمون اللي حتى هو قطعته قطع كيف ما كتشوفوا معايا، غنحطهم عشوائي. كنتمنىكم فريمون تجربوهم لانه فريمون لذاذ لذاذ ورائعين وخفاف هشاش. غادي نستمر تنكمل لو كاري اللي بقى ليا، وبيان سور غادي ندخلهم الفران كيف ما قلت لكم مسخن على درجه 160 لمده 30 دقيقه. وغادي يكون هذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني كيك اللي حضرت معكم. شفتوا كيفاش كيجيو غزال خفاف لذاذ وغزالين في المنظر ولا في المذاق، وانا اكيده الا جربتوهم غادي ينجحوا معكم مليار في المئة كيف ما تنعودكم دائما في الوصفات اللي تنشارك معكم. نضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده بحول الله. الوغ الى اللقاء، كنتمنى نلقاكم على خير ان شاء الله.